مفروض حاليا ان انا اعمل جدول يلم المواد كلها، لان بالظبط الاسبوع الجاي يعني من بداية يوم السبت الجاي هبتدي امتحانات العملي عندي وكده. في مادة واحدة بس اللي هبتديها التلات الجاي ده، يعني بعد بكرة يبقى عندي امتحان لسيكشن واحد بس اللي هو مادة البايوفيزيكس، يعني هي دي المادة الوحيدة اللي هبتديها بدري. بعد كده الاسبوع الجاي مفروض امتحانات الفاينل الاخير للعملي، بس لسه بقى منزلش جدول الفاينل للمحاضرات يعني وكده، فالمفروض ان انا اقسم جدولي على يعني العملي نفسه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا حبيت اعمل المقدمه دلوقتي مع اني في الاول صورت لكم بدايه كده غريبه، بس حاليا عملت لكم المقدمه ان انا حاليا هنزل هروح الكليه. لبست حاليا مش ناقص بس غير ان الف الطرحه، وكمان 10 دقايق بالظبط هننزل عشان ما اتاخرش، عشان هقابل صحابي في المترو. فيلا كده اكون جهزت. انا حبيت اغير لفه الطرحه شويه، دايما اجيبها من ورا، يعني اشدها من ورا كده. فانا حاليا هي عجباني بالشكل ده بصراحه، يعني اللي هو انا سايبه الطرف ده ولفه بس الطرف التاني ورا كده مش اكتر. ثواني هوريكم كده يكون ده اوتفيت النهارده، سهل وبسيط وفي نفس الوقت واسع ومريح عشان الجو حر في حلوان زي ما انتوا عارفين. فحبيت البس اخف حاجه حرفيا عندي، ما تكونش مضايقاني ولا اي حاجه، مش غير ان انا بس احط السماعات في الشنطه. حرفيا انا واخده دي بس معايا. انتوا متخيلين انه من الشنطه دي ليه ان انا اخد بس دي؟ يعني مقلمه فيها كل حاجتي، بما ان النهارده محاضرات خفيفه جدا وبصراحه مش قادره اشيل اي حاجه خالص على ظهري، فقلت ان انا ايه، كفايه دي نكتفي بيها وبس. تم تغيير بسيط كده، حسيت ان انا ممكن ازهق على راي ماما ان وانا ماشيه ان دي تفضل في ايدي بس، فقالت لي خدي الشنطه القماش دي شكلها حلو في نفس الوقت هتليق على الطقم، فقالت لي خديها حطي دي بس بما ان هي دي بس اللي هاخدها. فطلعت المحفظه والسبحه عشان تبقى في ايدي، وطبعا كارنيه المترو عشان طول الوقت انا في المترو، فطلعت الحاجات اللي انا بستعملها سهله تبقى في ايدي على طول، وهحط دي بس كده في الشنطه مع ازازه الميه. دول جت مثلا في البيت السنه الجايه وكنت في المحاضره. مرحبا arkadaşlar، رجعت لكم تاني. انا بصراحه نمت، يعني لو انا ما قدرتش اقاوم النوم لما جيت من الجامعه. كنت ناويه بصراحه اصور لكم اول ما جيت بالظبط، بس والله العظيم انا لقيت نفسي على الكنبه اللي هو نايمه خالص مش قادره حرفيا. فاللي هو انا قمت بعدها صليت وكلت، وبعدين حاليا جيت دلوقتي عشان اعمل لكم الجدول بتاعي، لان نظرا لاني لقيت الجدول الامتحانات نزل، فانا حرفيا خلاص امتحاناتي قربت جدا كمان. زي ما قلت لكم ان بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله الامتحانات العملي بتاعتي. فانا العملي مفروض انه هيبتدي يوم السبت، ما عدا ماده زي ما قلت لكم ان في ماده واحده بس هي اللي هتبقى يوم التلات. فحرفيا انا عايزه اذاكر لها السكشن، لان بجد انا ما ذاكرتهوش نهائي ولا مره، اصلا جيت جنب السكشن ده ولا بصيت فيه ولا اي حاجه. كنت فاكراه عملي اصلا، ان احنا هنمتحنه عملي بس على اساس التجارب وكده. فاكرين تجربه كنت بوريها لكم على شكل حرف يو كده، وحاطه فيه زيت اكل، يعني المفروض ان انا اعمل التجربه على اساس الزيت. يعني كنت في مره من الفيديوهات لو ترجعوا هتلاقوا يعني التجربه دي. فانا كنت فاكره ان احنا هنمتحن عملي مش محتاجه الكلام النظري ان انا اذاكره. طلع اللي هو لا، انا محتاجه اذاكر الكلام النظري مع العملي، بس العملي هيجيلي في النظري نفسه مش هيجيلي ان انا اعمل التجربه كده. المهم علينا، ده مش موضوعنا حاليا. انا رتبت جدولي على اساس كده، وعلى اساس برضو العيد وظبطت كل حاجه عشان انا
هبتدي امتحانات يوم بالظبط يوم 28/5 وهخلص 25/6. حسيت نفسي عادي تاني في ثانوية عامة بجد. الله يكون في العون في ثانوية عامة، يعني الله يكون معاهم بجد. لأن أنا حاسة بيهم، حاسة بشعورهم، حاسة بالقلق اللي هما فيه، حاسة بالخوف اللي هما فيه. بفتكر كل لحظة أنا كنت عايشاها في الوقت ده. بفتكر لما شهر 5 دخل كنت مش مخلصة حاجة حرفيا من المناهج. ما حدش يضحك عليكم لما يقول لكم ان لا احنا مخلصين ومش عارفة ايه وبنراجع. لا، ما فيش حد بيكون مخلص، صدقوني والله ما فيش حد بيكون مخلص. بيبقى لسه في تراكمات شديدة جدا وضغوطات شديدة جدا وحاجات كتير قوي. المهم ركزوا على اللي انتوا تقدروا تعملوه وتوكلوا على الله، وان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. فسيبوها على ربنا، لأن كل حاجة بتتحل في الآخر بجد والله. اعملوا اللي عليكم وتوكلوا على الله وسيبوها على ربنا. انت اصلا تعبك واجتهادك اللي انت بتعمله وسعيك اللي انت بتعمله هو كله اصلا من عند ربنا. يعني مش بس النتيجة من عند ربنا، لا ده السعي والاجتهاد والتعب كل ده من عند ربنا. فما فيش حاجة من عندك نهائي حرفيا، فهو كله من عند ربنا. فتوكل على الله وسيبها بقى، وان شاء الله تبقى تفرحوا بنتائجكم وتبقى سنة كويسة كده عليكم يا رب ان شاء الله. المهم ان انا بادئه جدول المحاضرات بتاعتي على اساس الامتحانات بتاعت السكاشن. فانا زي ما قلت لكم عامله يوم الثلاث ان عندي امتحان السكشن بايوفيزيكس، عندي بعد كده 3 ايام اجازه، وهبتدي امتحان اليوم السبت امتحان السكشن البايوكيمستري. لحد يوم الخميس انا حرفيا عندي امتحانات، كل دي سكاشن كلها عملي. ده الفاينل العملي عندنا. بعد كده عندنا بقى يعني نقدر نقول حوالي 10 ايام قبل الامتحانات بقى الأساسية التانية. في حوالي 10 أيام عندي، فأنا هلم فيهم المتراكم من المحاضرات اللي أنا ما ذاكرتهاش خالص. وبعد كده عندنا أول امتحان لمادة غير مضافة عندي بس مادة أساسية، يعني هي مضافة للمجموع، اللي هي من أول يوم 1/6 بالظبط. ودي بداية أول مادة، واللي هي أكتر مادة زي ما قلت لكم في ساعة امتحانات الميد ترم، بحيث إن أنا بعيد نفس الكلام، اللي هو أكتر مادة صعبة جدا عندنا في بايوتكنولوجي. حرفيا البايوكيمستري دي يعني مادة ترعب أي حد بجد والله. بس إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. آخر امتحان قبل العيد بالظبط يوم الأربعاء، هيبقى يوم 4/6. لو فعلا العيد جاي يوم، يعني وقفة العيد لو جاية يوم خميس اللي هو 5/6، فأعتقد هيبقى آخر امتحان عندي اللي هو 4/6 ده. فتحسوا ان انا ايه مزنوقه كده، لو مش هتلحقي تعملي اي حاجه، لو مش هتلحقي تظبطي اي حاجه للعيد، هتبقى متظبطه ان شاء الله. فالمهم بعد كده عندنا اجازه العيد، وبعد كده هبتدي امتحانات على 15/6 تاني. وبعد كده اخر امتحان عندي يوم 25/6. طبعا انا هاخدكم في الرحله الطويله دي، وان شاء الله ان شاء الله نخلص على خير، فيبقى تمام باذن الله. هنا اول سيكشن بيتكلم عن اللزوجة. يعني هشرح لكم كده حاجات بسيطة. اللي هو اللزوجة، يعني اعرف معدل اللزوجة عندنا. ثواني هوريكم الأداة اللي انا استخدمتها في السيكشن ده عشان تلخص لكم حاجات كتير. اوكي، هي دي الأداة اللي احنا مفروض بنستخدمها، هي على شكل حرف يو. حرفيا الأداة دي تعبتني جدا عبال ما تعمل التجربة. كل ما كانت المادة أكثر لزوجة كل ما كانت حرفيا بتنزل ببطء شديد. المهم خليني أشرح لكم جزء بسيط عليها عشان تفهموا أول سيكشن ده عندنا. يعني فاحنا عندنا في الأنبوبة اللي هي الصغيرة دي اللي هي فيها الدايرة الصغيرة، وهنا عندنا الدايرة الكبيرة دي. خلينا أهم حاجة في الدايرة الصغيرة عندنا في خطين في هنا، يعني الخط ده هنا كده، وفي خط تاني هنا مش عارفة إذا كان باين لكم في الكاميرا ولا لأ. المهم إن الخطين دول أنا ببدأ بحسب من عندهم. إن أنا لما بنزل مثلا لو بنزل مية، فأنا بحط المية مفروض تروح المية ثابتة لغاية هنا. مفروض إن أنا أثناء ما بحط كل ده أنا إيدي قافلة على الأنبوبة الكبيرة هنا، إن أنا صباعي عامل كده وبحط لحد ما تتملي وتثبت بالظبط عند الخط ده. أنا عايزة أنزلها بقى، هسيبها بروح شايلة إيدي من على الأنبوبة دي، فينفضل هبدأ أعمل تايمر إن هو من هنا بالظبط اللي هو الخط ده لحد الخط الأخير اللي هنا ده اللي هو الخط التاني ده. هفضل سايباه لحد ما اشوف التايمر اللي هينزل لحد هنا بقى قد ايه، وبعدين بثبت برضو، برجع بثبت بايدي تاني واكتب التايمر ده في معادلة
هوريها لكم دلوقتي المعادلة دي بالظبط. هي دي المعادلة عندنا، ان ده معدل اللزوجة، وعندي في المساحة بتاعته والطول والاريا والفيلوسيتي، بس انا ما بستخدمش بالظبط القانون ده، انا بستخدم القانون ده بالظبط، ده اني مفروض بحسب التايمر بتاع كل نوعين بدخلهم في هنا في الانبوبة، وعندي الكثافة بتاعت كل نوع برضو، فيطلع لي في الاخر معدل اللزوجة اللي انا عايزاه. فانا اول حاجة بعرفها بالتايمر مثلا بتاع معدل المية. اي نوع تاني انا بدخله بيبقى معاه النوع الاولاني اللي هو المية، يعني المية دي اساسي اعرف معدل لزوجتها كام. طبعا المية دي اسهل معدل لزوجة حرفيا، يعني هي الوقت بتاعها ما بيكملش نص دقيقة ولا حاجة، ما يكملش 30 ثانية بالكتير قوي لو خدت 60 ثانية حرفيا. فالمهم يعني انا بحسب معدل اللزوجة بالطريقة دي من هنا لهنا بس. لكن انا كل اللي بيحصل لي هنا في الانبوبة دي ان بتطلع على هنا، لما بتبدأ تنزل من هنا لهنا بيبدأ يطلع على هنا. طبعا الجزء اللي بينزل هنا بقى، فانتوا انا مش عارفة اذا كان باين ولا لا، في خط رفيع جدا في الانبوبة دي، لو انتوا شايفينه هتلاقوا الخط ده هو ده اللي بينزل منه السائل، سواء السائل ده كان ميه، سواء السائل ده كان زيت، سواء السائل ده لو هو دم، حتى ان انا احسب معدل اللزوجة بتاع الدم، فهو بالنسبة له بينزل في الخط ده. فالخط ده ضيق جدا، فهو ده المساحة بتاعتي اللي بقدر احسب منها معدل اللزوجة ده، يعني اللزوجة بتاعته تقيلة مش تقيلة، لا ناعمة كده يعني. هي دي كلها الأداة بتاعت السكشن ده. السلام عليكم عشلار. طيب النهارده امتحان السكشن البايوفيزيكس. انا يعني ما صورتش بصراحه عشان انا اللي هو انا نمت حرفيا بعد ما شرحت لكم اخر جزئيه، وتاني يوم نمت، يعني انا نمت وصحيت كملت بقيه السكشن عشان كنت متاخره كده، ما كانش بقيتي غير يوم واحد وخلاص. المهم يعني ان انا رايحه الامتحان دلوقتي، فتعالوا يلا نروح مع بعض ونشوف هنقضي اليوم ازاي. عايز تعمل هذا جد نزرع من لا بس عايز بس يعني طيب النهاردة تاني يوم من امتحانات العملي. النهاردة السبت عليا امتحان بايو كيمستري، ده اللي انا هعمل فيه شغل عملي. طبعا انا وصاحبتي يعني اللي المفروض تعمل معايا التجربة قسمنا يعني الادوات اللي احنا المفروض ناخدها وكده، فانا حرفيا مش واخدة غير الرول. وهنا عندي في الشنطة دي بما اني يعني مش واخدة ادوات كتيرة، فانا حاطة في المقلمة بتاعتي نفسها البيكر يعني زيادة، عشان احنا هيبقى محتاجين 2 بيكر يعني وكده، فحاولت ان انا احطهم في الشنطة دي، فالدنيا تمام وكده. مش ناقص بس غير ان انا اطلع من محفظتي حاليا الكارنيه بتاع المترو عشان نسرع ونلبس البلطو ونتكل على الله. يلا بينا اوريكم نظرة سريعة لاوتفيت النهاردة اللي انا حباه جدا قوي، حرفيا جاهزة. يلا بينا.